السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة الفيديو مميز جدا جدا وهيعجبك بإذن الله. هنعمل النهاردة كيك الشوكولاتة بكل تكاتها المطلوبة الصح، وكمان هنعمل الصوص الشوكولاتة اللي هنضيفه على الكيك. طبعا ما تفوتيش اي لحظة خالص في الفيديو ده. وان شاء الله هينال اعجابك. تابعي يا قمر الفيديو للاخر، وما تنسيش طبعا تعملي لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. هنسمي بسم الله ونجيب أول حاجة، هنجيب الخلاط. هننزل ب3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، تمام، في الخلاط. تاني حاجة هننزل بكوباية مليانة من السكر اللي هو المج الشاي العادي، و2 باكت من الفانيليا. أهم حاجة الكوباية اللي انت بتستعمليها هتستعملي فيها الخليط كله، ماشي، ما تغيرهوش. هنضرب المكونات دي كويس في الخلاط بحيث ان السكر يدوب كويس واللون يفتح الدرجة دي كده، تمام. هنزل كمان بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها السكر، هنزل بيها كوباية مليانة من اللبن وكوباية الا ربع من الزيت، تمام كده. هضرب المكونات دي كويس جدا في الخلاط. بعد ما اضربهم كويس جدا معايا الدقيق يكون متعدد الاستخدامات ومنخول كويس. قد ايه دقيق؟ 3 كوبايات اللي هو المج الشاي العادي الا معلقتين، يعني 3 كوبايات دقيق هنشيل منهم معلقتين دقيق عشان هنحط بدلهم 2 معلقتين اللي هم الكاكاو الخام. يكون معلقتين هرميين مليانين على اخرهم كده، هرميين من الكاكاو الخام. واهم حاجة تنخلهم كويس، تمام. وكمان هنحط باكت من البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف، وهنقلب المكونات دي كويس جدا جدا. وما تنسيش طبعا رشة الملح الصغننه. هجيب المكونات بتاعتي اللي انا ضربتها في الخلاط كويس جدا وابتدي ان انا انزل كده، انزل نصهم او اكتر، وابتدي ان انا اقلبهم. والتقليب لازم يكون باتجاه واحد، تمام. هقلب بالشكل ده، وابتدي ان انا اخد هجيب كده اسبتيوله احسن في التقليب، اشيل المعلقه خالص وابتدي ان انا انزل الخليط التاني. اهم حاجه وانتي بتقلبي كده لو لقيتيه تقيل زودي اللبن. انا في الوقت ده طلع معايا تقيل ولازم ان انا اضيف لبن. خدت معايا قد ايه بالظبط؟ خدت معايا كوبايه وربع ومعلقه كبيره من اللبن، تمام كده، تمام. وممكن تحتاج منك معلقة كمان لو الدقيق بتاعك بيشرب سوائل اكتر. وهو ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه في الكيكة. شايفة القوام؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه بالظبط. طبعا الصينية بتاعتي مقاس 24، عملتها كده، دهنتها بالسمنة، وكمان حطيت لها شوية دقيق كده، بطنتها بالدقيق، وخبطت الصينية بتاعتي كام خبطة حلوين كده اهوت، وطلعت منها الفراغات كده زي ما انتوا شايفين. هتدخل الفرن على نار حامية، لازم تكون مولوعة قبليها ب5 دقايق في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. هتاخد منك من 30 ل35 دقيقة. واول ما تحطي الشوكة كده في النص وتطلعها ما فيهاش حاجة، تكون كده استوت معاكي ما فيهاش حاجة، هتبتدي ان انت تخرميها بالشكل ده. بس لما تبرد معاكي، يعني تسيبها كده تبرد خالص وبعدين تشربيها بربع ربع كوباية كده من اللبن، ما تزوديش عن كده عشان ما تبقاش طرية خالص، تمام كده قوي، تمام. وهنشربها بالشكل ده ونسيبها ان هي تتشرب تماما، تمام. تعالوا بقى للحاجة التانية اللي هو صوص الشوكولاتة. تعالي بقى اقولك عن مقادير الصوص الشوكولاتة. معايا هنا كوباية من اللبن هنزل بيها، وكمان بنفس الكوباية هنزل بيها بنص كوباية من السكر ونص كوباية من الكاكاو الخام، تمام. هضرب المكونات دي كويس جدا، خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله. هضرب المكونات دي كويس جدا في الخلاط لحد ما السكر والكاكاو يدوب تماما تماما، تمام. يبقى نص كوبايه من الكاكاو ونص كوبايه من السكر وكوبايه من اللبن. الحته بتاعه الزيت اللي انا نزلت بيها معلش اتمسحت مني وما تصور، مش عارفه ما تصورتش او اتمسحت حاجه زي كده، انا اسفه جدا. بعد ما القوام يتضرب معاكي كويس جدا انزلي بنص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الزيت. يبقى كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الكاكاو الخام، ونص كوبايه من الزيت.
اول ما تبتدي ان السكر والكاكاو يدوبوا كويس هتنزلي بنص كوبايه من الزيت، والخلاط شغال من فوق كده، هتشغلي الخلاط وتنزلي الزيت كده شويه بشويه، ما تنزلهوش مره واحده، والقوام المظبوط اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله عملت لي كوبايتين، الكوبايه اللي انا عايرت بيها اللي هو المج الشاي العادي، والكوبايه اللي هي الصغننه اللي جنبيها دي. تمام كده. تمام. لو انت عايزه تعملي الكوبايه الصغيره دي، هقولك برضك المقادير بتاعتها. عندي هنا الكيكه شربت اللبن ما شاء الله، شايفين شكلها عامل ازاي. هاخد المج الشاي العادي الكبير اللي انا حطيت فيه صوص الشوكولاته. بالمناسبه بعد ما عملت صوص الشوكولاته انا حطيته في التلاجة، لازم يبرد، ولازم الكيكه بتاعتي تكون بردت خالص. تمام كده. نزلت بالكوبايه اللي هي المج الشاي العادي اللي هي الكبيره. انا اكتفيت بالكوبايه دي بس الصراحه، ما خدتش الكوبايه التانية لان اتملت كده ما شاء الله، وما استعملتش الكوبايه التانية. لو انت عايزه تعملي الكوبايه الصغيره دي بس، يبقى تحط كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السكر، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، ربع كوبايه من الزيت، والزيت بيتحط اخر حاجه لما السكر يدوب تماما والكاكاو في الخلاط. هتنزلي بالزيت سرسوب كده صغنن كده من فوق وانت مشغله الخلاط. تمام كده لحد ما الخليط يتقل معاكي. وزي ما انتوا شايفين انا محتاجتش الكوبايه اللي هي التانية دي، اكتفيت بالكوبايه الاولانيه اللي هي المج الشاي العادي. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم واستفدتوا منه. تمام. انا خدت المج اللي هو الكبير ده واكتفيت بكده ما شاء الله، شايفين عامله ازاي. وحطوه في التلاجة بعد ما تضربوه. شايفين ما شاء الله، الله اكبر، جميله جدا. هبتدي ان انا اكسر اللون كده باي حاجه بيضه، هبتدي ان انا ازينها باي حاجه كده عشان اكسر اللون. لو وصلت يا قمر لحد هنا ما تنسيش تعمل لايك واشتراك عشان يوصل كل جديد باذن الله. ان شاء الله هتعمليها حلوه جدا وتسلم ايدك مقدما. اعملي لي بقى لايك حلو، لايك جميل على الفيديو الحلو ده. طبعا ما بنساش كلامكم الحلو اللي في الكومنتات او التعليقات، كلامكم الصراحه جميل جدا، وبشكركم جدا على كلامكم الحلو. شايفين ما شاء الله قطعت حته اهي وزينتها. شايفين القوام وشايفين الحجم عامل ازاي، مرتفعه جدا جدا وهشه، واللبن اللي انا سقيته بيها مديها طعم خطير جدا. شايفين القوام عامل ازاي وهشه ما شاء الله، حلوه جدا. تنسيش بقى اللايك الحلو اللي بيشجعني دايما في كل الفيديوهات. لايك حلو كده ولايك جميل. شايفين عامله ازاي ما شاء الله. اعمليها بقى عشان تطلع من ايدك زي العسل ان شاء الله. القوام مظبوط جدا، امشي بالمقادير المظبوطه اللي انا قلتلك عليها وان شاء الله هتطلع من ايدك حلو. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.